انت بشكل فيه سهوله شويه نوعا ما. شفت وشي فعرفت ان في تليفون جاي من الملعب. ما انا عملت لك كده. هنروح تاني الملعب. كابتن احمد حسن نجم منتخب. يا كابتن احمد ازيك؟ الحمد لله. مبروك يا كابتن احمد، تحيات الاستوديو التحليلي. كابتن حسن مستكاوي والكابتن اشرف قاسم بيمسوا عليك. انا معلش مش سامعك يا كابتن. بعد كده اكلم حضرتك. معاك يا كابتن احمد حسن عشان نساله عدد المباريات الدوليه اصبح كام. يا كابتن مع حضرتك. كابتن مبروك يا كابتن احمد. ربنا يخليك. ربنا مش مبروك الهدف ولا مبروك النتيجه، لكن مبروك اقترابك من الوصول للرقم القياسي العالمي. اصبح في اهداف مقابل هدف وحيد على مضيفه منتخب تشاد. الحمد لله يا كابتن شوبير، طبعا بشكرك وبنتهز الفرصه طبعا وبقول كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير ورمضان كريم عليكم وعلى كل مشاهدينك. الحمد لله طبعا يعني حاجات كتير زي ما حضرتك بتقول الواحد استفاد منها في المباراه دي. طبعا الاستفاده العامه اعتقد ان بقى لنا فتره طويله المنتخب ما اتجمعش، النهارده ان احنا نتجمع جاهز يطمن على كل اللاعبين الهيكل الاساسي واللاعبين اللي انضموا جديد وكده للمرحله اللي جايه. استفدنا ان النهارده عملنا الحمد لله سكور كويس، نطمن ان احنا عندنا لعيبه جديده. احمد علي النهارده لاعب جديد ولاعب مميز وواعد وهداف. السوليه كمان بيأدي النهارده وبشكل كويس ومن وجوه مبشره. كل دي حاجات طبعا استفدنا منها. زائد السكور اللي احنا عملناه كبير طبعا النهارده. واعتقد الجهاز الفتره الجايه يقدر يحدد ان شاء الله المعالم اللي هيحتاجها في المباراه اللي بعد كده. اما بالنسبه لنا طبعا زي ما حضرتك بتقول طبعا الواحد بيجتهد وبيتعب لتحقيق الطموح والهدف اللي انا بسعى ليه. واعتقد النهارده الحمد لله يعني كانت ان شاء الله باذن الله، ويمكن 4 مباريات تفصلنا عن ايوه. كان فاكر لما كانوا بيجوا يفتتحوا كباري كبيره في مصر، مشروع ضخم، يقول لك باقي من الزمن، تبدا نقول ايه 365 يوم، وبعدين في الاخر نلاقيها يوم، بعدين يقول لك اليوم الافتتاح. هنقص الشريط بتاع الحاجه الجميله، يعني تتصوروا امتى يا كابتن احمد ان شاء الله؟ والله اتمنى طبعا هو قبل كل شيء والله يعني الحمد لله. يمكن بدايه يمكن من انضمام مع حضرتك، ويمكن انا يمكن بقولها وما زلت بقول ان انا يمكن بدايه انضمامي كنت زميل ليك في الغرفه وكده يا كابتن. ده شرف لينا يا كابتن احمد. ده شرف لينا طبعا. ولكن زي ما انت عارف هو الموضوع بالنسبه لي انا بجتهد وبسعى ان انا اكون موجود في المنتخب ومؤثر. ده الاهم من ان انا اعد مباريات وخلاص. انا طبعا يمكن بالنسبه لي ان انا اكون موجود وليا وجود بشكل مؤثر مع المنتخب ده الاهم بالنسبه لي. وهيجي طبعا طول ما انت عندك هدف وعندك طموح وبتحاول تجتهد انك انت يكون ليك مكان في منتخب بلدك، هيجي اللي انت عايزه. واعتقد ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان شاء الله يعني ان شاء الله لو مفيش اصابات مفيش اي حاجه تعوقني ان شاء الله خلال الموسم ده ان شاء الله مع نهايه كده 174 مباراه كده يا كابتن احمد. 174 مباراه. الرقم القياسي اظن 177 178 انت تعادله باذن الله ثم تتفوق. ويعني هانت فاضل لنا ان شاء الله مباراه سيراليون، وعندنا التصفيات، وعندنا اكيد مباراه الدوري. كابتن احمد النهارده جلوسك على دكه البدلاء كان باتفاق مع الكابتن حسن شحاته ولا دي رؤيه فنيه؟ لا هو مش يمكن طبعا انا بحترم طبعا الكابتن حسن شحاته والجهاز الفني بالكامل، لاني يمكن حتى قبل اي حاجه الناس بتيجي بتعرفني نظرا طبعا لاحترام ليا كراجل ككابتن الفريق والكلام ده وكده. ولكن طبعا يمكن هو رؤيه فنيه برضاء تمام. خلينا ناخد معاك وارجوك خليك معايا لان معانا الكابتن محمد ابو تريكه. يا تريكه يا كابتن ابو تريكه، كابتن شوبير ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن طيب وانت بالصحه والسلامه عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن ربنا يبارك فيك. كابتن حسن مستكاوي والاستاذ اشرف قاسم بيمسوا عليك. ابو تريكه جول جميل النهارده الحقيقه. شعرت بالسعاده كده في وشك بعد ما جبت الهدف يا ابو تريكه؟ يعني الحمد لله يا كابتن شوبير، يعني الواحد الحمد لله بيحاول يقدم متعه للناس. الناس دايما مستنيه الكثير من الواحد. الحمد لله ده تقييم من عند ربنا سبحانه وتعالى، ودايما الواحد بيسعى لذلك يعني سواء في النادي او في المنتخب يعني. نعم محمد، بدايه الموسم واضح انها بدايه موفقه بالنسبه لك. الحمد لله سجلت مع النادي الاهلي والحمد لله سجلت مع منتخبنا الوطني. حاسس ان بشار الموسم بالنسبه لك ان شاء الله مبشره يا محمد؟ بامر الله ان شاء الله يا كابتن كبير. ويعني الواحد الحمد لله عنده الاستعداد. الناس سواء في النادي او طبعا عندنا صعوبات كثيره في النادي وفي المنتخب. اتمنى ان شاء الله ان يبقى الواحد موفق في كلا الحالتين سواء مع النادي سواء مع المنتخب. عندنا يعني بطولات كبيره ومهمات صعبه سواء في النادي او في المنتخب، وده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ودايما في ثقه في الجهاز الفني سواء في النادي او في المنتخب، ودي الحمد لله تدي الواحد دفعه قويه. والحمد لله يعني
دي صفه اعتز بيها سواء مع الكابتن حسن او سواء مع الكابتن حسام البدري. طب ما تقعدش تقول لي انت مستعجل، لان معايا الكابتن احمد حسن معاك على نفس الخط والخط الثاني، يعني كلنا الان بنساند احمد حسن عشان يصل الى الرقم القياسي العالمي. يا محمد، انتوا كلاعيبه لكم دور في ده يا ابو تريكه؟ والله يا كابتن شوبير ده فخر لينا ان سواء الكابتن احمد يبقى موجود معانا في النادي او موجود معانا في المنتخب، يبقى يوصل للرقم القياسي ده، فحاجه فخر لينا وحاجه يعني طموح جديد للكابتن احمد حسن. ودايما احمد بيبقى ممثل سواء اللعيبه سواء في النادي او في المنتخب، وانا بهنيه على الروح دي. اتمنى ان شاء الله يتحطم الرقم القياسي وانجازات كبيره مع المنتخب ان شاء الله. ابو تريكه، عماد متعب تقول له ايه واحنا في محنه دلوقتي؟ واضح انه عماد يعني عنده ازمه نفسيه، هل وصلت له؟ هل كلمته؟ هل نصحته انت واحمد حسن؟ لان حسن نفس السؤال للكابتن احمد حسن. ابو تريكه، والله يا كابتن شوبير يعني عماد من الناس القريبه مني جدا جدا، وانا عماد دايما انا في اتصالات ما بينه وما بيني، واعتقد ان كان في اتصال قبل ما يسافر بلجيكا وقبل ما ياخد القرار. انما عماد دايما يعني بياخد بيستشير وبعد كده بياخد قراره. من العناصر المميزه سواء في النادي او في المنتخب، وان شاء الله هو دايما. هل في خبر ان انت ممكن تقنعه انه يسافر او انه يستنى في النادي الاهلي، ولا ما حصلش اتصال بينك وبين احمد حسن وبين عماد متعب؟ لا، هو حصل اتصال طبعا. اخر اتصال كان امتى يا ابو تريكه؟ قبل ما ياخد قراره، قبل ما يعمل. لا، اليومين دول ما تقابلتوش، ما اتكلمتوش الفتره دي انت واحمد حسن مع عماد؟ لا، ما قلتلوش يا كابتن شوبير، انا بعت له رسائل بس بالتهنئه بالشهر الكريم. وانما ما حصلش اتصال ما بيني وما بينه يعني. طيب محمد، سؤال مشترك ليك انت واحمد حسن. مباراه شبيبه القبائل والاجواء الايجابيه اللي احنا بنعيشها، يعني الاجواء اللي جايه من الجزائر مبشره، الصحف، الاعلام، وحتى هناك اعتقد مبادره لتكريمك من هناك يا ابو تريكه، الا تراها فرصه لاعاده المياه الى مجاريها مره اخرى؟ اتمنى يا كابتن شوبير طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الحمد لله البشر كويسه والمباراه كويسه، واتمنى ان ده يبقى موجود. اتمنى يبقى فيه روح رياضيه سواء في فرقه الشبيبه او فرقه النادي الاهلي، واعتقد ان الحمد لله احنا قادرين ان احنا نقدم مباراه طيبه، وفي نفس الوقت نمتع الناس في الشهر الكريم ده، ونستغل الفرصه ان احنا نوطد العلاقات. هي العلاقات وطيده، اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نعيد هذه العلاقات زي ما حصل مع النادي الاسماعيلي، قدم استقبال طيب وهم يشاركوا هذا الاستقبال. اتمنى ان احنا ان شاء الله نعدل المنوال يعني. ابو تريكه، على الهواء تعد الناس ان انت تكون ضيف مودرن كوره الاسبوع القادم؟ نستمعك يا كابتن شوبير معلش. على الهواء تعد الناس ان انت تكون ضيفنا الاسبوع الجاي باذن الله؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا كابتن شوبير، تحت امرك. شكرا جزيلا ابو تريكه. اعود للكابتن احمد حسن كابتن منتخبنا الوطني. احمد معايا يا احمد؟ كابتن احمد حسن معايا، سامعني؟ الو كابتن احمد حسن، ما اعرفش سامعني ولا لا. الو. طيب هنحاول نوصل للكابتن احمد حسن من جديد. كابتن شوبير، استاذنك احمد علي هيبقى معانا لحظات وهيبقى معانا. مهم جدا احمد علي لانه تالق النهارده. احمد علي كمان. طيب. الو. ما انا عارف انه اللعيبه الاتوبيس على وشك انه يمشي، فلو ما عرفش يتكلم عذرينه تماما، ما عندناش ادنى مشكله. خلاص انا سامع الحوار، ما فيش مشكله. انا عارف انه في الاتوبيس وفيصل زيدان زميلنا عايز يؤدي عمله على اكمل وجه، واللعيب لازم يلحق بالاتوبيس، والالتزام بالتعليمات هو الاساس، لان ده مهم جدا. عموما كل الشكر لزميلنا فيصل زيدان، قدر يجيب لنا ابو تريكه، وقدر يجيب لنا احمد حسن واحمد سليمان ووائل